السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي في تتمة ملخصات السنة الأولى بكالوريا استعدادا للامتحان الجهوي، ومع الدرس الثالث من مدخل التزكية: الإيمان والفلسفة. أولا، التفكير الفلسفي يقوي العقل ويطور التفكير. لنرى مفهوم الإيمان ومفهوم الفلسفة. الإيمان لغة التصديق واليقين، واصطلاحا التصديق اليقيني بوجود الله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. الفلسفة هي النظر العقلي والتفكير القائم على الاستدلالات المنطقية والبرهانية حول أي موضوع. والتفكير الفلسفي إعمال الإنسان عقله لحل أي قضية بالاستناد إلى مجموعة من الحجج والبراهين. والتفكير الفلسفي يقوي العقل ويطوره لأنه يدعو إلى استخدام العقل ويفتح فضاء للتساؤل والتأمل والفهم. ثانيا، المنهج الفلسفي الموضوعي وأثره في ترسيخ الإيمان. المنهج الفلسفي يدعو إلى التفكير والتفكر في المخلوقات والبحث عن حقائقها والعلاقات الموجودة بينهما، وهو أمر يقوي الإيمان في القلب. إذن التفكير الفلسفي له دورا مهما في ترسيخ الإيمان. ثالثا، لا تعارض بين الفلسفة الراشدة والإيمان الحق. الدين يدعو إلى التفكر في آيات الأنفس ومخلوقات الله قصد ترسيخ الإيمان، والفلسفة تدعو إلى إعمال العقل ونبذ الجهل ومحاربة الخرافات. إذن فلا تعارض بينهما. وشكرا لكم على حسن تتبعكم، والله المستعان.